فكره ان طارق السيد بقى يوتيوبر ومش يوتيوبر، على فكره هي الكلمه مش عيب، حلو. بس طارق السيد نجم الزمالك، لاعب الزمالك، مش يوتيوبر. اول ما بيجي تدريب موضوع الصفحه بيتقفل والقناه بتتقفل، مفيش كلام. وانا راجل مدرب كوره، على الهبوط فرق بينها وبين الهبوط بونت واحد، في الموسم اللي انا اشتغلت فيه كامل نهيت رابع دوري او خامس دوري. حلو. فعملت شغل كويس جدا، بس في الاخر لقيت نفسي قاعد. في البدايه كده طارق السيد خلاص بقى يوتيوبر، الناس كلها بتقول طارق السيد كل يوم لايف على الفيسبوك، موجود على اليوتيوب. انت ليه رحت للمنطقه دي؟ طيب حلو قوي، انت فتحت نقطه مهمه جدا، ودي نقطه مهمه جدا. يعني ايه يوتيوبر؟ انا راجل زملكاوي بطلع اتكلم مع جمهور الزمالك. حلو. انا لما بشتغل في التدريب، الكلام ده انا قلته وقلته على صفحتي وقلته على القناه، انا مجرد ان انا بيجيني عرض تدريب بقفل الدنيا وما بشتغلش خالص في الكلام ده ولا بفتح فيه. انما في اوقات انا مفيش شغل تدريب، اقعد بلاش اظهر خالص، بلاش ابقى موجود، وانا ليا صفحه كبيره فيها ناس بتستنى اخباري وبتستنى الحدث مني. زائد ان يعني الموضوع بالنسبه لي ان الصفحه موجوده والناس بقت بتستنى منها الخبر او الحدث. فاول ما بيجي شغل تدريب بقفل الدنيا خالص وما بشتغلش في الموضوع ده ولا بفتحه. دليل على كده فتره النادي المصري السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت، جه موضوع كنت انا تعينت في كمدرب عام النادي المصري مع الكابتن، مع الدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن احمد الكاس، وقفلت الموضوع خالص. وحتى في حد تاني طلع على الصفحه كان موجود عليها وكان متواجد عليها وشغال. انما بعيد عن ان انا في شغل تدريب او في شغل في المجال الرياضي، سواء كمدرب او اي مسؤوليه بتتعرض عليا، الموضوع ده بيتقفل نهائي. انا طارق السيد لاعب الزمالك بيطلع يحاول يقول رؤيته او خبر او حدث موجود على الساحه، بحاول ان انا اتحرى الدقه فيه جدا واقول المعلومه. فكره ان طارق السيد بقى يوتيوبر ومش يوتيوبر، على فكره هي الكلمه مش عيب. حلو. بس طارق السيد نجم الزمالك، لاعب الزمالك، مش يوتيوبر، لا خالص. تحبش حد يقول ان طارق السيد يوتيوبر؟ لا طبعا، انا راجل لعيب كوره، مدرب كوره. اول ما هيجي عرض او اول ما هيجي حاجه خاصه بالرياضه او بالكوره او بالتدريب هكون موجود فيها طبعا. طب بصراحه كده طارق السيد بعد تجربه المصري واللي هو كمدرب، ورجعت دلوقتي زي ما بتقول انت مش حابب كلمه يوتيوبر، بس رجعت اللي انت موجود في السوشيال ميديا، بالنسبه لك الاحسن اللي انت لو جالك عرض تدريب تكون موجود، ولا بالنسبه لك الاحسن اللي انت فيه ده اللي هو انت تحليل وتطلع على صفحتك وهكذا، اللي هو لا كضيف أو في البرامج لا، وبعد انا كده اوريدي كتحليل؟ محلل في قناه اون، تمام. بشتغل وراجل بطلع في قناه اون كراجل محلل كوره، وفي راديو اون كمحلل كوره. اول ما بيجي تدريب موضوع الصفحه بيتقفل والقناه بتتقفل، مفيش كلام. وانا راجل مدرب كوره. بس خد بالك، في نقطه هنا لازم اتكلم فيها عشان الناس تبقى فاهمه. التدريب ما بقاش سهل دلوقتي انك تروح تشتغل او يجي لك عروض، لا. المواضيع بقت في قصة التدريب بتروح لسكك بعيدة خالص يا حمد. يعني محتاجة حاجات بعيدة عن الكورة، بعيدة زي عن ايه؟ الكفاءة. زي ايه؟ ما انا مش عارف، انا نفسي ما بقتش عارف. مش عارف؟ يعني ما بقتش عارف القصة ايه في الموضوع ده بالذات. يعني ايه؟ يعني هقول لك على حاجة. تعال بص لتجربتي في المصري حلو. كمدرب عام. يعتبر احنا خدنا الفرقة في موقف صعب، طلعناها مركز خامس دوري، وعملنا شغل كويس جدا جدا. بعديها ما جاش حاجة. قبلها كانت تجربة الترسانة، خدت الترسانة كمدير فني من فرقة بتنافس على الهبوط، فرق بينها وبين الهبوط بونت واحد، في الموسم اللي انا اشتغلت فيه كامل نهيت رابع دوري او خامس دوري. حلو. فعملت شغل كويس جدا، بس في الاخر لقيت نفسي قاعد. طب يعني لا، التدريب مش بالكفاءة. امال بايه؟ لا، بحاجات تانية ازاي؟ كتير. ايه، قول زي ما انت عايز. لا ما انت قول لنا. لا، علاقات بقى، وصح ده صاحبك، ده حبيبك، ده مش عارف، حاجات كده، امور يعني مش في الكوره، حاجات مش في الكوره. لو بالكفاءه لا، الموضوع هيختلف خالص. لو بالكفاءه الموضوع مش يختلف. هقعد. مش هتقعد. بس الكلام ده عليك كطارق السيد لوحدك ولا مدربين كتير. تاني؟ لا كتير. ده في مدربين كتير جدا جدا عندهم كفاءه وقدره ان هم يشتغلوا ويبقوا حاجه كبيره جدا وبيقعدوا.